اللي معاه ربنا بيمشي على الميه. انا كاهلاوي لو معايا حظ الاهلي هبقى في حته ثانيه خالص. فضلوا يتريقوا علينا ويقولوا لك ان النادي الاهلي هيلعب في الكونفدراليه، بس النادي الاهلي معاه ربنا وبنسبه كبيره هيلعب في دوري ابطال افريقيا حتى لو بقى ثالث الدوري. هتقول لي ازاي؟ تعال اقول لك ازاي. هقول لك لسببين. السبب الاول ان الاتحاد الافريقي بيدرس زياده عدد المقاعد في دوري ابطال افريقيا. قال لك هنزود المقاعد للدول ذات الجماهيريه الكبيره، وقال لك كمان ممكن ناخد 4 فرق من الدوري المصري و4 فرق من الدوري المغربي بسبب تصنيفهم في افريقيا. قال لك كمان هنزود عدد المقاعد بالنسبه للدول الاتيه: الجزائر وتونس وليبيا والسودان وانجولا ونيجيريا والكونغو الديمقراطيه وجنوب افريقيا كوتوفار وتنزانيا، ليكون عدد الانديه المشاركه في دوري ابطال افريقيا اكتر من 3. لو مش بس كده 2 كمان هيشاركوا في الكونفدراليه. السبب الثاني بقى اللي هيخلي النادي الاهلي يلعب دوري ابطال افريقيا مكان نادي الزمالك حتى لو نادي الزمالك خد الدوري او بقى تاني الدوري. السبب هو ان الاتحاد الافريقي ارسل بيان لاتحاد الكوره بيقول لهم ايه بقى؟ ان نادي الزمالك لو ما دفعش كل المديونات اللي عليه ورفع كل القواضي اللي عليه بحد اقصى 30/5 نادي الزمالك مش هيشارك في اي بطوله افريقيه. يعني نادي الزمالك مش هيشارك في دوري ابطال افريقيا ولا حتى الكونفدراليه اللي هو متعود عليها. فبيضلك في القفص يا اهلي 1% بس من حظ النادي الاهلي وانا هبقى ملك. بس كده، يلا سلام.